تأهل منتخب ليبيا للمباراة دور الأربعة بعد انتصر على منتخب لبنان سعودية، ولكن رضا نواف يغطي كرة الأخضر. فارس تلعب عبد الاله تيبي، كرة مقطوعة من عثمان. عادت السعودية الآن تمتلك كرة. فارس مهارات فردية. السعودية من 2007 تشارك في آسيا للصالات، شاركت 2007 2013 2015 17. أما على المستوى العربي داخل الصالات هذه المشاركة الثالثة. هنا كرة تبديلات فقيهي محسن. السعودية لديها استحقاق قوي جدا في كأس آسيا مقام في الدوحة، وتنظيم سعودي لكأس آسيا المقام في المملكة العربية السعودية 2027. نواف المغرب قدمت أكبر حدث عالمي في اللعب. مغربية عثمان المغرب، لمسة أخرى، مغرب ياخذ كرة مغربية. نشوف هذه الكرة اطمئنان على النتيجة، تقدم مغربي، بلوك سعودي في هذه اللحظات. كرة سعودية، أنديريو البرازيلي نواف اللعب. السعودية خطأ، عادت للمنتخب المغربي. عبد الاله العتيبي حب مغربي سعودي بشعار واحد، أشقاء السعودية المغرب. تحضر الأعلام السعودية والمغربية جنبا إلى جنب. هنا كرة، أذكركم المباريات القادمة في هذا اليوم، جميع مباريات في دور الثمانية تلعب في هذا اليوم. عندك مصر، الكويت، الجزائر، العراق، منتخبات المتبقية بعد فوز ليبيا على لبنان. عادت لصالح المنتخب المغربي. مغرب أنس بأقل مجهود. سلامات عرب لكرة القدم، صالات بحضور جماهير عربية سعودية. هنا كرة مغربية خلفية. أسود الأطلس، القوة الضاربة في كأس العرب، بطل النسخة السابقة، حتى الآن يضرب بقوة. عادت شاركت، والقادم أجمل لجميع الدول للمشاركة في جميع البطولات العربية. كأس خادم حرمين الشريفين للأندية العربية يقام في المملكة العربية السعودية. وما زالت الأحداث العربية تتواصل، لحمة واحدة، أشقاء يجتمعوا على أرض المملكة العربية السعودية. هنا كرة، عادت شنقيطي ياخذ كرة، استخدم فيها القوة المفرطة، استخدم فيها القوة على مين؟ على أناس. والله زعلان. ترى هذه أحوال كرة القدم، دائما تجمعنا عربيا محبة ولقاء ومتعة ونستمتع.
شوف هذا الكرة والخطأ اللي لعب سريع عثمان. لا نتمنى أن نودع أي منتخب، ولكن أحوال كرة القدم هي تؤول. لذلك عثمان الفني تلعب مغربية سفيان كرة، ولكن بعد ذلك مين؟ هذا المدرب الحنكة الذكية، المدرب حمود، مدرب بدون شوف محبة المغرب والسعودية، استماع عربي سعودي وكل الدول العربية على العين والرأس، ومرحبا بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية. كرة نواف، يا سلام يا سلام يا نواف، هذا نواف سجل هدف جميل، هدف رائع. السعودية هدف سجلت في هذه اللحظات. نواف العمل ما زال موجود في كرة القدم، العمل موجود، العمل بالله كبير، ونواف سدد. هذا الأداء للمنتخب السعودي، أداء رائع في الشوط الثاني للمنتخب السعودي. كرة يتحصل عليها إسماعيل أمزار، مهارات فردية، سمعة. هذا عثمان أحمد بهجة، عثمان بهجة، اللاعب مغربية، تسديدة قوية، تصدي من اللاعب والفنان إدريس الفني، إدريس الريس، تسديدة مرتدة، تغطية دفاعية ممتازة. الثواني الأخيرة في الشوط الثاني، الثواني الأخيرة 5 أهداف. خمسة لواحد. كنا معكم على امتداد 40 دقيقة من متعة وندية وإثارة عربية مغربية سعودية، استمتعنا فيها. 6 أهداف حضرت في اللقاء، جمعت الخبرة المغربية والخبرة الأسبانية، تفوقت الخبرة المغربية، العربية تتفوق. نواف اللي نزل، دقائق، ثواني أخيرة تلعب للمنتخب السعودي. خطأ، في شيء قادم للأخضر، حمزة شوف الخطأ، فارس يسدد كورة، في شيء قادم من نواف. أنا قلت لك ما راح تنتهي بهذا الشكل. المنتخب السعودي الشوط الثاني، وين الأداء هذا من أفضل؟ وين الأداء يا نواف هو ما شاء الله. أنا قلت لك راح يسجل، وفعلا سجل نواف اللاعب الفنان. ألف مبروك لمنتخب المغرب، وحظ أوفر لمنتخبنا السعودي. مباراة جميلة رائعة، 5-2 عربية خالصة من هنا من المملكة العربية.